لو انا واقف يعني لو كان حجازي ضامن جوه شويه خطوتين عمره ما كان هيعمل الكلام ده. هياخد خطوه ويروح يرجعها للشناوي او ياخدها يطلعها على الفاضي يا فاروق. دي حاجه. تاني حاجه لما الراجل استلم الكوره هو باع نفسه. لا اجري كمل جري بس مش قادر. لا هي مش يعني اقول لك محمد عبد المنعم ممكن يكمل. لا مش محمد عبد المنعم يعني قصدي لا انا قصدي لو مكان حجازي لا لو مكان النني لو مكان النني لو ياسر ابراهيم موجود بقى والله ما هيسيبه ومش هيعمل التاكلين اللي هو بره ده يبيع نفسه وهيدبدب وراه لغايه ما يقلقه. واخد بالك؟ فالكلام ده احنا بنتكلم على فنيا، احنا مالناش دعوه باي حاجه. لو انت واقف صح الجون الثاني ما يخش، لو انت واقف صح الجون الاولاني ما يخش. الاولاني برضو يعني برضو اشتراك ما بين قلبي الدفاع لان برضو اللعيب ما بينهم هما الاثنين حبيبي. بس يتحملها الشناوي ده اللي يدل ان الشناوي اسمع بس ما تبررش. لاجل النبي لاجل النبي ماشي. ما هو اللعيب طلع حط الكرة بدماغه يا كابتن حبيبي. تيجي في ايده وتخش تيجي في ايده وتخش ما تنطر. ما انت صديت اسهل منها. ده اللي يدل ان هو لسه مصاب. لا مالهاش دعوه. خلي بالك وغلاوتك الاصابه مالهاش دعوه بالاصابه يا كابتن. هيقف عشان التراي. لو خد التراي صح الخطوه وخد التراي وربنا يمسكها يا اما يطلعها. ما تخشش كده ابدا. احنا بنتكلم كوره ولا هنجامل؟ هنجامل يبقى الشناوي النهارده بطل. ما بكلمك كوره يا كابتن. لا كوره يبقى لسه هو مش سليم. كوره زي دي لما تخش في الشناوي يبقى مش سليم. ما تخشش يعني في اي حارس مرمى تاني؟ لا انا بقول لك لو الشناوي سليم مش هتخش فيه. ليه؟ ياخد الخطوه وخلاص لانها في الضيقه. الكره مرفوعه من هنا ولا من هنا؟ لو مرفوعه من الناحيه الثانيه وحطها هنا كده يبقى الشناوي لا يسال عنها. انما جايه من ناحيه اليمين والراجل حاططها في الزاويه اللي هي الضيقه بتاعته. طب انت فين ما تاخد خطوه كده تسد الضيقه او تعمل خطوه وتعمل التراي وتطلعها؟ احنا بنتكلم كوره. احنا هنا عشان الناس بس ما تقولكش ايه ده عشان من الاهلي وعشان من الزمالك وعشان لا ما اصل في ناس هتطلع تقول لك الكلام ده. يا كابتن بعد اذنك لا نتكلم منتخب. كلنا زعلانين كلنا متضايقين ان منتخبنا ما كسبش النهارده فمش هنروح للحته دي واللي هيقول كده ده يبقى ناس طبعا. لا ما هم بص هي مشكلتنا دلوقتي في مصر ان انت بتتصنف اللي عمل جون اصل ده من الاهلي او من الزمالك. لا ما فيش الكلام ده. لا والله العظيم ده هي الحقيقه. بص مش عايزين نطربخ على المواضيع. احنا دلوقتي دولت بيلعبوا باسم مصر مالناش دعوه لا باهلي ولا بزمالك بس هي بتتفنط وبتتصنف كده ان مش عارف. لا انا قلت لك دلوقتي لو الشناوي سليم مش هتخش فيه. طيب انا هرجع لك تاني يا كابتن ونكمل الامور الخاصه الفنيه بالمباراه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلاويه في كل مكان ما تنسوناش بلاك واشتراك وبارك الله فيكم وعشاق منتخب مصر في كل مكان. هارد لك. تعادل مخيب للامال واداء كان سيء من منتخب مصر مع اضعف فريق في المجموعه للاسف. نقطتين خسرناهم هيفرقوا معانا كتير وهيأثروا كتير على بقيه مسيرتنا في البطوله. بدايه غير مشجعه لمنتخب مصر بسبب تشكيل خاطئ من فيتوريا دي نمره واحد. لكن ردا على رضا عبد العال فيما يخص حجازي احنا عارفين ان حجازي اساسا ما كانش المفروض يبدا اساسي. لعيب اصلا راجع من اصابه ومستواه في الفتره الاخيره بعد الاصابه مستوى كلنا شفناه مع اتحاد جده قدام الاهلي كان مستوى تعبان وخلاص راحت على حجازي. حجازي مبقاش مكانه المناسب منتخب مصر يقدم مع فرقته زي ما هو عايز. لكن وجوده في منتخب مصر بصفته لاعب محترف على حساب لعيبه كتيره اولى منه بالمكان دوت فارق كتير معانا. ودي شفنا النتيجه النهارده. الكره سهله وكان يقدر يقف قدام اللعيب او يوقفه او يعطله ان شاء الله فاور ولا باع نفسه وخلى اللعيب يعدي ما بينه وهو واللعيب اللي جنبه محمد عبد المنعم وانفرد وحط الجون باريحيه خالص في محمد الشناوي لا يسال عنه محمد الشناوي. وبالنسبه للهدف الثاني يا كابتن رضا الشناوي ما يسالش عليه بالمره. اللي يسال عليه حجازي برضه ومعاه محمد عبد المنعم وخاصه حجازي لان هو اللي كان شايف اللعيب لان كان في ظهر محمد عبد المنعم. فاللي يسال عليه سردباكين اللي هم اساسا ما عرفوش يغطوا كويس ولا عرفوا يضموا مع بعض بحيث ان هم يمنعوا اللعيب انه يطلع ويحط كوره باريحيه. اللعيب حط كوره باريحيه تماما في محمد الشناوي. عنده الزاويه اليمين يحط فيها الزاويه الشمال يحط فيها فالشناوي مش هيعرف هو هيحط في انهي حته. والكوره قريبه لمنطقه من المرمى بينها وبين المرمى 8 ياردات بالظبط يعني بعد خط ال6 يارده بياردتين او يارده ونص. فالشناوي عمل اللي عليه وفرد نفسه على قد ما يقدر لكن للاسف
جت في ايده ودخلت جون، فما سالش عليها الشناوي بالمره، عمل اللي عليه فيها وما توفقش. ولا انت عايزه بس يمد ايده بعيد عن الكوره عشان ما تلمس ايديه، عشان ما يتحملش نتيجتها؟ اللعبه مش كده يا رضا عبد العال. الراجل عمل اللي عليه في الكوره وبذل اقصى ما عنده عشان خاطر يقدر يجيب الكوره، وايده وصلت لها فعلا، بس للاسف كان غير موفق في ان الكوره تطلع من ايده. لكن منتخب غانا النهارده خسر 2-1 من الراس الاخضر، فالمجموعه بقت معقده جدا مع منتخب مصر. ولا قدر الله لو مشينا بالمستوى دوت واتغلبنا الماتشين الجايين، والفرقتين الجايين هم اتقل كتير من موزمبيق ما هياش تقيله بالمره، اضعف فريق. متوقع ان فرقه موزمبيق هتشيل الماتشين الجايين سواء من الراس الاخضر او من غانا. الخوف علينا احنا كمان لو شلنا من الفرقتين، ساعتها هنكون بره البطوله خالص، وده مش مستبعد، لان انت قابلت الفريق الاضعف ودي النتيجه بتاعته. لما تقابل فريق زي غانا وهو جاي لك مغلوب وهيقطع نفسه عشان خاطر يفوز، فهيكون الجهد عليك جهد مضاعف جدا. نتمنى ان شاء الله منتخب مصر يتوفق ونقدر نوصل ان شاء الله تاني او حتى احسن توالد، لان الاداء دوت ما يطمنش. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق منتخب بلدك. قولوا لنا رايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.